أماراتي عاملين ايه؟ النهاردة هنقدم وصفة بجد بجد موفرة جدا واقتصادية جدا. هنقدم المني كده بتاع الحواوشي بطريقة هايلة تكفي كده من الأكيلة 20. تعالي معايا كده وشوفي المقادير ايه. الأول كده هنجيب كيلو من الدقيق، انزلي عليهم بواحدة من الخميرة، وبعدين انزلي بواحدة بيكنج باودر. طريقة العجينة دي هتديكي لقمة طعمها خطير. حطي معلقة سكر، حطي ذرة من الملح، حطي 3 من اللبن الرايب، وادي كوبايتين من الزبادي. اقلبي بقى الخليط الجميل ده، هنحط عليه نص كوباية من الزيت، وانزلي بكوباية ونص من المية الفترة، ومعلقتين سمنة هيخلولك الطعم خطير. ويا سلام لو زبدة هتبقى حاجة رهيبة جدا. ابتدي بقى اعجني العجنة الجميلة دي. لو احتاجتي مية ممكن تحطي كده حاجة بسيطة، وطبعا دوت يرجع لنوعية الدقيق. هنغطيها كده بكيس بلاستيك وسيبيها لغاية ما تخمر. تعالي بقى هنا في الحشوة بتاعتنا. جبنا كده نص لحمة مفرومة، وبعدين نزلنا عليهم ب3 بصلات كده مع 3 قرون فلفل منهم قرن سبايسي. هنحط 3 معالق من البهارات الحواوشي، وادي الملح وادي الفلفل، بس كده لا اكتر ولا اقل. امسكي الخليط بتاعك كده اعجنيه، وانزلي عليه بحوالي 3-4 معالق زيت. اعجنيه كويس جدا، وبعدين العجينة اول ما تخمر تعالي بقى نتعامل معاها. هنحط هنا كده على الرخامة بتاعتك زيت، وامسكي بقى تعالي نقرص العجينة بتاعتنا. كيلو الدقيق هيعمل لنا بالظبط 20 كورة. كل كورة من دي هنبتدي نفردها ونعمل كده ميني حواوشي. نعمل كورة من اللحمة، وبعدين نبتدي نقفل عليها زي ما انت شايفة كده. ما تبطيهاش ولا حاجة ولا تفرديها. ابتدي داير واظبطيها وسيبيها قدامك على الرخامة، هتاخد تخميرة تانية. اول ما تاخدي التخميرة التانية هتبقى سهلة قوي معاكي في الفرد. بصي تتفرد معاكي حلو ازاي، ما شاء الله تبارك الله. تعالي بقى نعمل وش بيتزا. هنعمل وش بيتزا باللي موجود عندنا في التلاجة. يعني حلقتين من اللانشون، واحدتين زيتون، حتتين جبنة تركي او جبنة رومي. نبتدي نعمل وش بيتزا كده. طماطمايه قطعناها سلايس كده. عايزة اقولك بتخلي حاجة تجنن جدا. الوش بتاعها بيبقى رهيب والكل بيتجنن عليها. بصي جميلة ازاي. حبيبة قلبي ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. لو انتي عايزة اي وصفة قوليلي في الكومنتات، وانا اعمل لك فيديو ليها وانزله المرة الجاية. بصي بجد طريقة خطيرة، اللقمة بتاعتها طرية والحشوة بتاعتها تجنن. ما شاء الله تبارك الله. بجد بجد كفت 20 واحد، كل واحد خد له رغيف كده. حاجة كده خطيرة جدا. بصي طرية ازاي وجميلة ازاي، والتسوية بتاعتها ولا احسن من كده. ما اقولكيش بقى على طعمها جميل جدا. باي باي يا امارات.